طيب product life cycle او دورة حياة المنتج يعني ايه؟ دي الفترة الزمنية ما بين بداية المنتج والانتهاء منه إذا انتهى لا قدر الله. بيكون من 4 stages أو 4 مراحل. المرحلة الأولى اسمها introduction، دي مرحلة تقديم المنتج للعملاء. يعني المفروض العملاء يبقوا aware of the existence of this product، يعني على علم بوجود هذا المنتج وبكتير من الفيتشرز بتاعته أو ملامح المنتج المختلفة. وبيكون فيها اعتماد عالي جدا على فكرة الادفرتايزنج بروموشن، الإعلان والترويج. تأتي المرحلة الأخرى أو اللي وراها على طول هي مرحلة growth. المرحلة دي بيحصل فيها ارتفاع جامد جدا في المبيعات وبالتالي الأرباح، وطبعا ده معناه ان البرودكت يعني بدأ يتقدم الى حد كبير. وبعد كده نأتي للمرحلة الثالثة اسمها maturity stage، مرحلة النضوج. ودي تعتبر افضل مرحلة في دورة حياة المنتج، لان بيحصل فيها تحقيق بروفيتس ومبيعات يعني سيلز عالية جدا وبالتالي ارباح عالية وماركت شير عالي. وطبعا ده بيخلي البروديوسر او الاونر اوف ذا بزنس، صاحب العمل التجاري او المنتج، في حالة رضا عالي جدا. وفجأة كده يفاجئ انه بدأ يحصل حاجة اسمها decline او انخفاض في المبيعات وبالتالي الارباح، ويبقى مصدوم. حاجة very shocking، ليه حصل كده؟ طيب دي طبعا مرحلة very critical، مرحلة حرجة جدا جدا، لانه ممكن يحصل حاجة اسمها shutting down، او يحصل بعد كده عملية الاغلاق، او ان المنتج خلاص vanish، يتلاشى من السوق، يعني خلاص يقف انتاجه. ودي مرحلة خطر. من وجهة نظري ان المرحلة اللي هي threatening دي مرحلة critical يعني حرجة، لكن المرحلة المهددة الحقيقية من وجهة نظري موجودة في الماتيوريتي ستيج، مرحلة النضوج. ليه بقى؟ لأنه شخص بيحصل له أو بروديوسر المنتج بيحصل له حاجة اسمها سيلف كونفيدنس، ثقة مرتفعة وعالية جدا، ويبتدي يثق إن منتجه خلاص أصبح يعني ليه ثبات قوي في strong position in the market أو موقع قوي في السوق، وبالتالي صعب إن حد إن هو يقدر يتفوق عليه، ويبتدي يطمئن. وفي نفس الوقت يكون في طلبات أخرى للعملاء بدأت تظهر، ممكن يحصل شويه نجلكت ليها او ما بقاش في ديفلوبمنت، ما فيش تطوير جامد للمنتج. وفي نفس الوقت يكون في alternatives او في بدائل اخرى بدات تدخل الماركت او بدات تدخل السوق تستحوذ على عقول العملاء، خاصه انه البرودكتس الجديده اللي بتدخل دي اكيد بيكون في البدايه جودتها مرتفعه جدا بالذات. فطبعا gradually او تدريجيا يبدا احلال ده محل ده، فيصل لمرحلة الديكلاين. وبعد كده ممكن يحصل لا قدر الله مرحلة shutting down أو الإغلاق. خلينا نقول إنه بيكون في options قدام البروديوسر أو الأونر اوف ذا بزنس أو المنتج، إن هو يقدر يقوم ببعض الاختيارات. أول اختيار إن هو يقلل البرايس، يقلل سعر المنتج عشان يستطيع أن يجذب العملاء مرة أخرى إليه ويكسب ثقتهم مرة أخرى. أول حاجة تانية هو يعمل redesigning للبرودكت itself أو يعني some of its features، بعض من ملامح المنتج نفسه يبتدي يطور ويغير فيه. وممكن ان هو يغير في الباكج نفسه كمان. والاختيار الثالث ان هو يوقف الخط الانتاج ده خالص ويقدم نيو جنريشن يعني او فيرجن جديد من المنتج، يعني يقدم حاجه مور ديفلوبد، حاجه متطوره شويه من المنتج عشان يبتدي يجذب عيون العملاء مره اخرى اليه. وممكن يصل لدرجه الاغلاق زي ما قلنا ان هو يعمل شاتنج داون. بس خلينا نقول عشان حتى يقوم بالاوبشنز اللي فاتت محتاج يعمل حاجه اسمها ريسيرش اند ديفلوبمنت، بحث وتطوير. يعني لابد يبحث عن وراء انه ايه الاسباب اللي خلت الناس تتركه وتذهب الى اخرين، ولازم ان هو يبتدي يعمل ديفلوبمنت او تطوير حقيقي للمنتج اذا اراد ان هو يظل في السوق. على فكره مرحله الريسيرش اند ديفلوبمنت ساعات كتير بتيجي قبل الانترودكشن، يعني في ناس كتير قبل ما يبتدوا يقدموا المنتج للعملاء بيفضلوا ان هم يعملوا ريسيرش، بحث، يتاكدوا من النيدز او احتياجات العملاء وان المنتج ده بمواصفاته دي هتقدر انها تلبي احتياجات العملاء ولا لا، ويطوروا حسب رغبات العملاء واحتياجاتهم. فزي ما قلنا ان مرحله الديكلاين very critical، لانه ممكن يصل للبروديوسر ان هو يقول it's time to say goodbye. goodbye. thank you for watching my video، يعني شكرا لكم جدا.